رجل عمره 56 سنة فجأة أدرك بنفسه أن ساقيه لم تعد تستطيعان حمله، فبمجرد أن بدأ بتمرين ساقيه وبدأ بالمشي يوميا شعر بالفرق الكبير. لو أنه رايح للمستشفى كان عطوه علاج ومنعوه عن أكل يفيد جسمه. الناس في العالم يموتون وأعمارهم 95 و96 وبعضهم وصل لل100، وكانوا يأكلون اللحوم وما كان أي منهما نباتيا، فالأمر كله يتعلق بممارسة الرياضة المشي السريع بانتظام. وإذا رحت للنادي أو خبراء اللياقة البدنية ما راح أي واحد منهم يقولك عن أهمية الساقين كونهما مفتاح الصحة، فالساقين هما القلبان الثانيان. يعني إذا تبحث عن الشباب تراه في الساقين. فالمشي هو العلاج والحركة هي الحياة.